جربنا نحشي حاجات كتير بس ما جربناش ورق الخس. دخلنا بقى في الشتا، كل سنة وانتم طيبين، والخس طلع. عملنا شوية محشي خس زي السكر. السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل محشي ورق الخس بطريقة سهلة وبسيطة جدا هتعجبكم، وهعرفكم ان شاء الله اسرار تسوية المحشي الخس المظبوط من غير ما يتفك ولا يعجن منك. يلا نبدأ بسم الله. هنبدأ في التسبيكة الأول. أول حاجة كده جبت 3 4 بصلات كبار، قطعتهم قطع صغيرين كده زي ما انتوا شايفين، وقطعت عليهم 3 فلفلات أحمر على أخضر، و3 4 فصوص توم كده قطع صغيرين، وحطيت عليهم رشة ملح ورشة كمون وسنة فلفل أسود. هنا بقى الطماطم اللي احنا نعصرها، وهنا ايه نزلت في حلة على النار كده شوية زيت، وبعدين نزلت بالبصل على الفلفل على التوم اللي انا قلتلكوا عليه ده. لما تحط عليه سنة ملح وشوية فلفل اسود وشوية كمون وشوية كزبرة مع بهارات محشي كده وتقلبي فيهم قبل ما تنزليهم على النار. دي بتديهم طعم وريحة حلوة قوي. هبدأ بقى انزل بيهم كده على النار زي ما انتوا شايفين، بعد ما حطيت شوية زيت واقلبه كويس كده. اول لما يدبل معايا هنزل بقى ايه بعصير الطماطم بتاعي. طبعا الطماطم بقى قللي او زودي حسب ما انت عاوزة، بس انا بحب الطماطم كتير في المحشي. بصوا، اول لما يبدأ هبدأ بقى انزل بعصير الطماطم وبسم الله، واسيبها بقى على النار لحد ما تتسبك براحتها. طبعا انا حطيت كل البهارات بتاعتي، حطيت ملح، حطيت فلفل اسود، حطيت كمون، حطيت كزبره، حطيت بهارات محشي، بس كده. وطبعا البصل مع الثوم مع الفلفل، هي دي التسبيكه بتاعتي، ونزلت عليهم بالطماطم. هسيبها بقى لحد ما تتسبك على النار وكل السوائل ايه تتبخر والصلصه تبقى ناشفه معايا كده. هبدا بقى اغطي عليها واسيبها كده. تعالوا اقول لكم بقى ورق الخس. طبعا هتشتري الخس تغسليه كويس، وتبداي بقى ان انت ايه تقطعي كل الورق منه. هتقطعي كل الورق اللي بره، تقطعيه بالراحه كده، وهنحطه على صينيه زي ما انت شايفه كده لحد ما يدبل بقى. كل شويه هقلبه على الناحيه التانية لحد ما الورق كله ينشف معايا. في ناس طبعا بتسلقه، بس دي الطريقه اللي انا بفضلها. هسيبه بقى يدبل بره مش في الشمس عشان الورق ما يسودش منك. وهنا اللهم بارك تسبيكه المحشي كانت جهزت معايا. هحط عليها كميه الرز بتاعي مغسول طبعا ومتصفي، وعليها كزبره وشبت وبقدونس، واقلبها كويس كده في بعضها. وبعدين بقى هبدأ احشي ورق الخاص بتاعي الجميل كده. خلاص كان دبل معايا اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. طبعا ممكن تعمليه زي محشي الكرنب بصوابع عادي، او ممكن تعمليه مثلثات، والافضل طبعا مثلثات. المعتاد في المحشي الخاص هو المثلثات، بس لو معرفتيش عادي اعمليه زي الكرنب وخلاص، يعني كله هيتاكل في الاخر. بصوا زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى ان انا اخد الدبلان كده، عشان الدبلان طبعا هو ايه هو الاحسن، هو اللي هيكون ايه كويس معاكي عن اللي لسه ما دبلش. زي ما انتم شايفين كده الورق الدبلان هو كان خلاص يعني كله ما شاء الله معايا دبل، لاني سايباه قبلها بيوم. وكل شويه بقى افضل اقلب يمين وشمال لحد ما ايه كل الورق يدبل معايا. في ناس طبعا بتسلقه، بس دي الطريقه الافضل بالنسبه لي. هبدا بقى ان انا اعمل كل الكميه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده مثلثات. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، طريقه سهله وبسيطه ومش هتاخد منك اي وقت. ولو ما عرفتيش مثلثات زي ما قلت لك اعمليه زي الكرنب بالظبط وصوابع عاديه. هبدا بقى ان انا ارفعه على النار واحط الشوربه بتاعته زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك. يدوب الشوربه على قد المحشي، ما تزوديش قوي عشان ما يعجنش منك. وهنا ما شاء الله اللهم بارك كان خلاص استوى اهو. طبعا اول لما يتشرب معاكي الشوربه بتاعته هتبداي تهدي عليه النار خالص عشان ما يتحرقش منك. شويه محشي خاصه اللهم بارك زي السكر. ما تنسوش بقى تجربوا الطريقه دي وتقولوا رايكم في التعليقات. وما تنسوش بقى اللي لسه ما اشتركش يشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو في اي اكلات حابين ان انا اعملها لكم ان شاء الله الايام الجايه قولوا لي في التعليقات. السلام عليكم، استنوني في فيديو جديد.